هلا يا وليد، اليوم قصتنا موقف صار لي اليوم بالمدرسة. أنا وحسين أحمد نبدي أنا وحسين أحمد لما يعرفنا ما يعرف الرابع علمي. كنا برابع درس، كان عندنا كيمياء وهذا الأستاذ غثيث. أول ما عرف راح يجي حسين أحمد قال لي خلينا برا المدرسة برا الدرس. لنا الدرس 35 دقيقة واحنا ما نفهم منه شي. قلت له تمام. بقينا برا والأستاذ دخل للصف واحنا مو داخلين، بقينا نسخت بالساحة ونفتح. خفنا المدير يشوفنا وكرنا، فخلينا ورحنا للطابق الثاني. طبعا ما يعرف حنا صفنا اصلا بالطابق الثاني، بس احنا سوينا رحنا لغير صف. قعدنا بيه كان فارغ، يعني ما حد بيه من ماكو اي طالب. قعدنا بيه وهناك وتذكرت اكو كاميرات، فنت انتبهت اكو كاميرات. انا نسيت اكو كاميرات. زين احمد ذكرني بالكاميرات. قلت له ها انتبه من عندك، بس قلت له يمكن المدير ما يشوفنا وما يجينا. كمل. قال لي تمام. كملنا. ومرت 20 دقيقة لحد ما سمع الصوت مشي. خليته رحت للباب اشوف منو اجي. اول ما مديت راسي شفت المدير بوجهي، اكيد شافني. خليته ورجعت قلت له حسين احمد انتبه ترى المدير اجي. قال لي قلت له والله. ظل واقف بالباب حسين احمد ما مصدقني. وانا وين رحت على الرحلة. قعدت سويت روحي طلعت ورقة من جوا الرحلة وقضيتها بيدي وسويت روحي اقرا. المهم دخل المدير حسين احمد هنا انصدم وقال له انت شو تسوون هنا؟ قال لنا حسين احمد قال له العفو استاذ. انا متت من الضحك كلش. يعني المدير يقول له احنا شو تسوون هنا؟ حسين احمد يقول له العفو استاذ. انا بهاي الحاله ظليت ادور جواب شنو العذر لحد ما حسين احمد رد كرر. قال استاذ شنو؟ قال له شو تسوون هنا ودكم يا صف. انا رفع صوتي وقلت له استاذ احنا بالصف الرابع علمي شعبة الف، كان عندنا كيمياء واحنا ما جايبين اصلا كتاب الكيمياء، فقلنا احسن شي نطلع ما يحاسبنا يعني. قال تمام تعال وراي. خذانا للصف. دخل لقى الاستاذ ابوي قدامه. قال له استاذ ذولي صفك؟ قال له ايه. قال وين كنتوا؟ قلنا الاستاذ كنا برا. قال لي المدير قال لي الاستاذ سجلهم لي وظل يصيح في الصف. قال لهم سجلهم لي وقال له هاك استاذ ليش ما قلت لي شنو السبب؟ قال له ذولي شادين من عندك ويقولون انت تحاسبهم شي ما جايبين كتاب. صدق انت تحاسب عن ما يجيبون كتاب؟ قال لا استاذ اسأل ذول الطلاب كلهم وشوف. المدير قال لهم طلابي يحاسبكم اذا ما جبتوا كتاب؟ قالوا لا، ولا يجيسنا ولا يحاسبنا ولا يطردنا، بس على ما محضر. هنا انا بواسل الطلاب بكل وضعية الاحترام والتقدير لحد ما المدير عصب وقال نزلوا لي للإدارة أول ما يخلص الدرس طبعا بغالق 15 دقيقة ويدك. والله أنا قاعدين بالدرس وانا هنا أخوكم ميت من الضحك. أريدك روحي ماكو، وهنا الأستاذ قاعد يشرح ما أعرف يسوي. المهم خلونا نكمل. هنا المهم الأستاذ قال الأستاذ أول ما دق الجرس قال يلا نزلوا. احنا رحنا أنا وحسين أحمد رحنا للإدارة كأي طلاب عاديين. رحنا دخلنا دقينا الباب دخلنا على الإدارة. يعني لقينا أخوة بوضعية النظارات والهاي لابس نظارات والقطلة ب180 درجة. شلون قدامه بلازمة ما كانها بلازمة. كل سكوب يا جماعة كل سكوب حاطه على كل صف كاميرا. يعني حط ببالك 13 صف على 13 كاميرا بكن ببلازمة تطلع الصورة هيك صغيرة. صور صغار مصفطات على البلازمة مو هيك كبار، لا صغار. المهم طبينا شلونك استاذ هذا ليش شاردين برا الدرس؟ قلنا لين ما جايبين كتاب. قال هذا مو عذر مال ما جايبين كتاب. الاستاذ قال ما يحاسب. قلنا له ظل يصيح علينا ظل يصيح منا وقال راح تنفصلون اعطوني اساميكم منين ما منين. لحد ما حسين احمد سدها وطلب منا السماع وقال يلا يا روحوا هاي اخر مرة اساميكم يمي. اذا سمعت عليكم شكوى منا لو منا تنفصلون. وذكم انا كاتكم بالمصعد وانا اتذكركم لسه عندي هذا انذار ثاني. الانذار الثالث احذر ومن انذر وربي الخلقني تطلعون للمدرسة والكتب والظلام عندي. قلنا حسين احمد جاوبه وقال استاذ على كيفك احنا ما مسوين اي شيء. قال له شنو تقول حسين؟ لا تحكي. حسين احمد هنا نزل راسه وطلعنا مثل الكلاب عصر وفلتنا من عتها بسلام. نهاية الفيديو. اتمنى نالت القصة على اعجابكم، واذا تحبون معي قصص قلوا لي بالتعليق اعطوني رايكم وانا انزل وش رايكم بقصة اليوم او الموقف اللي صار لي. بس سيو.